فولة واتقسمت نصين، فنانين ليهم توأم شبههم أكتر منهم، لدرجة إن دماغك هتعمل ايرور لو شفت صورهم مع بعض، وأتحداك تقدر تفرق بينهم أو تقول مين الفنان ومين أخوه. أولهم صحاب أشهر إفيه أنا مش كرم أنا كريم في فيلم الدلادودي، وهم التوأم عمر وعلي. وبعد الفيلم ده عملوا مسلسل مع سامح حسين اسمه فاطين وميشو وإعلام ميراندا، وبعدها اختفوا 14 سنة لحد ما ظهروا وهم شباب مع إسعاد يونس، وقالوا إنهم بعدوا عن المجال علشان يقدروا يركزوا في دراستهم، ودلوقتي عندهم 23 سنة. نجلة ونورلين بطلات إعلانات ميلودي واللي اتشهروا بإفيه احنا بنعمل كل حاجة مع بعض. ظهروا في أدوار صغيرة في الأفلام زي فيلم محترم إلا ربع، وحاولوا يعملوا حفلات مع بعض ويغنوا، بس فشلوا فشل ذريع، والاتنين اختفوا تماما لحد ما اتفاجئ الجمهور بخبر وفاة واحدة منهم وهي نورلين في حادثة عربية مع الفنانة داليا التوني. ونجلة وقتها دخلت في حالة نفسية صعبة جدا، وقالوا إنها اعتذرت لكنها فاجأت الجمهور برجوعها بشكل تاني، يعني اتجهت للرقص وبقت ترقص في الكباريهات والملاهي الليلية، وفي أقل من سنتين بقت من أشهر الراقصات وغيرت اسمها لنعيمة، وظهرت في كليب لمحمود الليثي. حتى الفنانة أحلام طلع عندها أخ توأم اسمه بسام. أحلام بعد وفاة والدها المغني الشعبي علي الشمسي عاشوا فقر وحرمان لدرجة إنها ما كملتش تعليمها، وأختهم الكبيرة كانت بتشتغل علشان تصرف عليهم، لحد ما دخلت أحلام مجال الغناء وبدأت تشتغل مغنية في الأفراح، وبعدها انطلقت وعملت ألبومات كتير، وطبعا نقلت أسرتها نقلة تانية خالص، لكنها كانت بتحاول دايما تخلي حياتها الأسرية بعيدة تماما عن الأضواء، لحد ما ظهر أخوها بسام من قريب وبدأ ينزل صوره على السوشيال ميديا مع أحلام، ونزلت عليه التعليقات الساخرة بسبب لبسه اللي شبه البنات وحركاته اللي كلها أنوثة، ده غير الحاجات اللي بيعملها في وشه من نفخ وشد، لدرجة إن الناس قالوا إنه بيروح لنفس دكتور التجميل بتاع أحلام أخته. أما النجم الكبير وملك الشاشة فريد شوقي وتوأمه أحمد شوقي، ناس كتير فاكرة إن فريد شوقي له أخ توأم بسبب الشبه الكبير اللي بينه وبين أخوه أحمد، لكن الحقيقة إن فريد هو أكبر إخواته، لكن ملوش إخوات توأم، وهو أكبر من أحمد أخوه بكذا سنة، لكن الشبه الكبير جدا اللي بينهم خلى الناس تقول إنهم نسخة من بعض وتوأم. ملك التلس فريد شوقي كان بيعاني دايما من المسألة دي، خصوصا إن أخوه أحمد ضابط مهم في مصلحة السجون، وفي يوم من الأيام أحمد قرر إنه ياخد أجازة ويروح يسهر في مكان لحد نص الليل، وهناك لقى كل البنات اللي في المكان بيجروا عشان يتصوروا معاه ويقولوا له احنا بنحبك قوي، وطبعا هم كانوا فاكرينه فريد شوقي. الغريبة بقى إن أحمد ما قالش إنه مش فريد، وفضل مكمل معاهم ويتكلم ويهزر لدرجة إنه خد واحدة معاه وراح يسهر في مكان تاني على أساس إنه فريد. ومش بس كده، في مرة تانية أحمد كان لابس لبسه الميري وقاعد في مكان مع ناس صحابه، وصحفي خد له صورة، الصورة اتنشرت في الجرايد، وكان في مخرج كبير راح لفريد شوقي وقال له اللي حصل ده غلط يا فريد، انت نجم مشهور، اللي عملته ده تهمة تدخلك السجن، ازاي تلبس لبس ميري وتقعد بيه في مكان عام؟ في اللحظة دي ضحك فريد شوقي جدا وقال له ده احمد اخويا مش انا، وهو ضابط في مصلحة السجون، مفيش حد منتحل صفة ضابط ولا حاجة. اما فؤاد المهندس وتوأمه سامي المهندس كانوا لما يدخلوا مكان سوا الكل بيكون في حالة صدمة ذهول تام، لان محدش كان بيعرف ان فؤاد المهندس عنده اخ توأم، لكن برضه على طريقة فريد شوقي واخوه. فؤاد كان بيقول ده مش توأمي، ده اخويا الصغير. الشبه اللي بينهم كان لدرجة انك ما تقدرش تفرق ما بينهم ابدا، حتى خفة الدم سبحان الله كانوا مشتركين فيها، وفي ناس بتقول ان سامي كان دمه اخف كمان من فؤاد المهندس. اما الفنان عمرو عبد الجليل اتولد هو كمان مع اخ توأم اسمه ايمن، والاتنين نسخة بالكربون، بس الفرق ان ايمن عنده لحية، وده لانه اتجه لطريق الدعوة الاسلامية وبيعمل برامج دينية في الوقت اللي اخوه بيعمل افلام زي صرخة انثى. وطبعا التناقض الكبير اللي ما بينهم خلى الناس تفكر انهم متقاطعين، وهنا قرروا يظهروا مع بعض في برنامج علشان ياكدوا ان علاقتهم كويسة جدا، وان اختلاف افكارهم مش معناه انهم ضد بعض، وكل واحد بيحترم التاني. والمفاجأة ان ايمن كان هو سبب دخول عمرو الفن، ايوه لانه اتعلم عزف العود وكان بيغني وصوته حلو، فبدأ عمرو يقلده ودخل في القصة، بس هو ساب المجال وعمرو كمل. اما بقى نيجي للتوأم اللي مش ممكن، رانيا ونورهان منصور، فالاتنين ملامحهم واحدة بالظبط، وهما الاتنين بيمثلوا، والاتنين خريجين نفس الكلية آداب قسم مسرح جامعة اسكندرية، بس نورهان ما كانتش بتمثل وبتحب تكون ورا الكاميرا، فراحت اشتغلت في إعداد برنامج صاحبة السعادة. أما رانيا فشقت طريقها في الإعلانات واشتغلت موديل في الكليب، لحد ما دخلت مجال التمثيل وشاركت في مسلسلات زي كريمة وحارة اليهود وكلمة حق وغيرهم، وعملت بطولة فيلم حلم عزيز. وفي سنة 2017 رانيا كانت
كانت بتصور مسلسل 7 أرواح، وكانت طالعة بدورين، وفي وقت التصوير المخرج اقترح ان نورهان تعمل الدور الشبيه، وبعدها نورهان دخلت المجال وعملت مسلسل نصيبي واسمتك. اما الفنان رامي مالك اشهر ممثل مصري في العالم، باباه ومامته من صمنلوط المنيا، وابوه كان شغال في السياحه، وخد مراته وهاجروا على امريكا، وهناك ربنا رزقهم بالتوأم رامي وسامي اللي اتولدوا متطابقين تماما. بس رامي حكى انهم كانوا باد بويز وبيعملوا خطط، وفي مره من المرات كان سامي لازم يمثل مونولوج عن المأساة الإغريقية، وطبعا هو مش موهوب في التمثيل زي رامي اللي كان بيدرس تمثيل، فقرر يودي رامي مكانه ورسم له خريطة بالكلية. هو لما راح رامي ومثل المونولوج الكل انبهر بيه، والدكتورة ندهت له وطلبت منه يعيد المونولوج للطلبة، بس رامي كان قاصع وسألها الأول أنا كده خدت درجة التخرج؟ فقالت له طبعا. فقال لها طيب أستأذن أنا علشان أنا راكن صف تاني. الفنان وائل نجم وأخوه نضال كتير من الجماهير كانت فاكراهم شخص واحد لأنهم نفس الشبه ونفس نبرة الصوت، والاتنين دخلوا معهد الفنون المسرحية، والحاجة الوحيدة اللي ممكن تفرقهم عن بعض هي أعمالهم. فنضال شارك في مسلسلات اختراق وذهاب وعودة وسر الباتع، أما وائل فبدأ حياته مخرج مسرحي وشارك في مسلسلات الشتات وشهرزاد. عماد حمدي وتوأمه عبد الرحمن التوأم الأشهر. ناس كتير ما تعرفش إن عماد حمدي له أخ توأم اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن حمدي دخل مجال التمثيل من قبل توأمه عماد حمدي. عبد الرحمن شارك في فيلم عايدة اللي كان بطولة أم كلثوم، لكنه بعد كده ساب التمثيل وقرر إنه يشوف حاله بقى بعيد عن المجال ده، واشتغل في وزارة الخارجية. لكن عماد هو اللي حط رجله وبقى من أهم الممثلين في جيله، وبسبب دور عبد الرحمن في فيلم عايدة الناس كلها كانوا فاكرين إن عماد حمدي هو اللي مثل قصاد أم كلثوم، وده طبعا مش حقيقي. عماد وعبد الرحمن كانوا توأم صعب جدا تفرق بينهم، وكانوا بيستغلوا الشبه ده في إنهم يعملوا مقالب في المدرسين بتوعهم وفي زمايلهم، لأن محدش أبدا كان بيقدر يحدد مين عماد ومين عبد الرحمن. كمان نبرة صوتهم كانت واحدة. سبحان الله، يخلق من التوأم كتير.